السلام عليكم. النهارده مفيش وصفات ولا اكل ولا اي حاجه. النهارده في تحذير هام من سخان الغاز. من يومين لقيت الميه السخنه مش واصله للحنفيه خالص، قلت اكيد الميه هتقطع او ضعيفه، فما حطيتش في دماغي. اتاري الموضوع خطر شويه. خلي بالكم، في اعطال السخان الغاز ممكن يسبب كوارث. والله ضروري اي عطل في السخان تجيبوا حد فني، ما نجيبش اي حد يصلح اي جهاز في البيت، وبالذات السخان الغاز او البوتاجاز الغاز. لازم نجيب فني من الشركة نفسها. تمام. عشان انا لقيت حاجات كتيرة جدا جوه بايظة، هوريها لكم طبعا. اول حاجة الجلبة بتاعت الرداخ، الوحدة اللي حواليها كلها، والصامولة كان فيها رملة بقى وفيها حاجات مش قادرة اقولك. انا الراجل ورهاني الفني، انا اتصدمت واوريها لكم. وعايزة اقولك الوصلتين بتوع المية اللي في السخان كان فيهم صدى ورملة، ولازم يتنضفوا يعني كويس جدا. طبعا مش انت اللي هتعملي الكلام ده، ربنا يسترها علينا جميعا. تعالوا نشوف. طبعا انا جوزي اتصل بالشركة وحدد معاهم ميعاد جه الفني. طبعا هم عشان بيجوا يشوفوا الجهاز فيه ايه، بيتصلوا بيكي وبيتابعوا معاكي ايه شكوتك، وبياخدوا رقم التليفون وبيجوا حسب الميعاد اللي انت تحدديه. تعالوا بقى نشوف طلعوا ايه من السخان. بصوا يعني ده كان هيسبب كارثة، الحمد لله ربنا سترها وخلانا اللي احنا نتصل بالشركة. بس بالله عليكم يعني، لان في حد احنا عارفينه خلى كهربائي جه عمل له السخان كان هيضرب لولا ستر ربنا. الدنيا يعني مش قادرة اقولك، كان هيولع في الشقة كلها. عشان كده احنا اتصلنا بالشركة، مرضناش نجيب اي حد. الشركة طبعا عارفين شغلهم، حتى لو غالي شوية مش مشكلة، فداكي وفدا اولادك. عشان ما ينفعش اللي احنا اي حاجة في البيت نجيب اي حد يصلح. هما بيبقوا عارفين ماشي، بس ممكن غلطة زي كده لا قدر الله تسبب كوارث. فانا حبيت اقول لكم على الملحوظة دي. والسخانة هم بقى زي الفل. حتى انا قلت للفني عايزة اغسل السخان، انتهزتها فرصة الصراحة وغسلته كويس وهو ركبه. قال لي بس اهم حاجة ما يجيش عليه مية وانتي بتغسليه. اهو انا حبيت اقول لكم الفيديو ده عشان انصحكم بالذات الغاز يا جماعة. فبصوا بقى، بصوا المنظر. انا اتخضيت اول ما قال لي وراني الحاجات دي. انا قلت الحمد لله اللي ربنا سترها عليا وعلى بيتي وعدت على خير والحمد لله. بس انا قلت انبهكم عشان في ناس كتيرة ممكن تفكر نفس الفكرة اللي انا ايه كنت فاكراها، ان المية ضعيفة او هتقطع او الكلام ده كله. تمام. ان شاء الله انتظروني في فيديو التنظيف بتاع قبل رمضان اللي بعمله لكم كل سنة. وهنزين طبعا المطبخ، بس هننضف السيراميك وهننضف كل حاجة في المطبخ. طبعا هعمل لكم فيديو زي السنة اللي فاتت واللي قبلها. كل سنة وانتم طيبين، وسلام عليكم.